حرفيا يبقى كذاب اللي بيقولك انا ما اجلتش حاجه من العيد، ما اجلتش حاجه من قبل العيد، ما اجلتش حاجه من قبل رمضان. كلنا بلا استثناء مأجلين حاجات لبعد العيد. خلاص قبل العيد كده بكام يوم بنشغل المود اون بتاع بعد العيد ان شاء الله، بعد الاجازه، بعد رمضان، بعد. فكلنا مأجلين حاجات. مش عيب ان احنا نأجل، بس العيب فعلا والغلط فعلا ان احنا نفضل مأجلين. فتعالوا في الحلقة الظريفة اللطيفة دي نشوف مع بعض ازاي نقدر نتخطى فكرة ان احنا مأجلين وفعلا نعمل الحاجة اللي احنا عايزينها. خليني في الاول اقول لكم حاجة كده هتريحكم شوية. خليني اقول لكم ان مش دايما التأجيل هو فشل او هو كسل، لا خالص. بالعكس، ممكن يكون التأجيل ده جاي من ضغط، انتوا مضغوطين جدا بقالكم فترة ففعلا مش عايزين تعملوا اي حاجه. ممكن تكونوا انتوا مش عايزين تعملوا حاجه، مش عشان انتوا مضغوطين، انتوا فعلا في وقت كده انا مش عايزه اعمل حاجه، انا عايزه اقعد وعايزه اعيش في سلام بلا اي حاجه وبلا اي هدف. فدي فتره بتيجي لكل البني ادمين، انتوا مش طبيعيين، انتوا طبيعيين جدا. او احيانا التاجيل ده بيجي من الخوف ان الحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها دي كبيره قوي، فخايفين تبقى اكبر من امكانياتكم، اللي هي دي حاجه كبيره قوي انا استحاله اعملها، فبتحسوا ان انتوا بتبعدوها عنكم او بتاجلوها لغرض التاجيل وخلاص. نبدا بقى نظهر المشتتات بقى، نبدا انا عايزه اتفرج على موفي، عندي مسلسل عايزه اخلصه، الحلقه بتاعت رمضان لسه نازله فانا عايزه اتفرج عليها، مش عارفه ايه انا عايزه اعمله الاول، لا الموبايل اشوف مش عارفه مين صاحبتي كلمتني، مش عارفه مين قالت لي انزلي معايا، ماما عايزه مني حاجه، عايزه مش عارفه ايه. نبدا مخنا يبعت لنا اي حاجه تشتتنا علشان بس ما نفكرش في الحاجه اللي احنا عايزين ننجزها والحاجه اللي احنا عايزين نعملها. بس خليني اقول لكم على حاجه انتوا مش واخدين بالكم منها. كل ما بتأجلوا، كل لما الإحساس بتاع التقل بيزيد، كل ما الإحساس بتاع الضغط النفسي بيزيد، كل ما الإحساس بتاع إن انتوا يوه ده أنا ورايا 100,000 حاجة بيزيد، يوه ده أنا مش عارفة إيه، يا ده أنا فاشلة، يا مش عارفة الناس كلها تتقدم وأنا لأ، يا مش عارفة إيه كل الناس بتروح في حياتها وبتنجح وبتوصل وبتعمل وأنا لسه واقفة في مكاني. كل لما تأجلوا حاجة افتكروا دايما إن التقل والإحساس ده بيزيد، مش هيقل ابدا غير لما فعلا تنجزوا حاجه. خليني بقى اقول لكم اول حاجه ممكن تعملوها علشان بجد تخرجوا من اللود ده وفعلا تنجزوا حاجات وانتوا مش حاسين بضغط ان انتوا لازم تنجزوا حاجه ولازم تعملوا حاجه ولازم اغير الكون في الوقت الفاضي بتاعي، لا خالص. انا مش محتاجه منكم غير 10 دقايق هنعمل فيهم كام حاجه، والكام حاجه دول اوعدكم ان هم يغيروا حياتكم 180 درجه. وانا مش محتاجه منكم اي حاجه بجد في ال10 دقايق دول غير اوضه فاضيه، مكان فاضي ايا كان هو فين، وورقه وقلم. يا جماعه مهما قلت لكم تاثير الورقه والقلم في حياتنا عامل ازاي مش هتصدقوني غير لما تجربوا. الناس اللي جربت والناس اللي بتكتب مش نوت مع الموبايل، لا ورقه وقلم، ورقه وقلم، ورقه بيضه وقلم اي لون. مش هتعرفوا قيمه اللي انا بقوله لكم ده غير لما جربوا. جربوه مره، جربوه مره بجد ومش هتخسروا. قوموا دلوقتي هاتوا ورقه وقلم واكتبوا معايا اللي انا هقوله لكم ده، والله العظيم ما هتندموا. جربوا، مش هتخسروا 10 دقايق، مش هتخسروا حاجه. جرب، وقفي الفيديو دلوقتي وروحي هاتي ورقه وقلم وتعالي، بجد مش هتخسري حاجه. طيب جبنا ورقه وقلم، هنعمل بيهم ايه يا دينا؟ عايزاكم تكتبوا كل حاجه في دماغكم انتم مأجلينها، كل حاجه عايزين تعملوها، كل حاجه قلتوا هتعملوها. ان شاء الله تكون اكله نفسكم تاكلوها، ان شاء الله تكون عايزه اروق اوضتي، ايا كان حاجه صغير، ان شاء الله يكون عايزه امسح شويه صور من على الموبايل عشان الموبايل تقيل، الموبايل ما فيهوش ستورج. اي حاجه محسساكوا بضغط او اي حاجه محسساكوا اني انا مضغوط، انا ورايا حاجه، انا مأجله، انا اكتبوها في الورقه دي. ال10 دقايق دول بجد فضوا كل دماغكم. افتكروا ان دايما دماغنا طول ما هي بتفكر، طول ما دماغي فيها دوشه، اول لما اطلع الدوشه دي من دماغي احطها قدامي 50% من الدوشه اللي في دماغي بتهدى. بيحصل زي كول داون كده. انا بهدى خالص، انا بحس ان انا خلاص انا شفت الحاجات اللي موترني دي ايه هي. وبعدين ممكن تلاقوا حاجات عبيطه قوي، ممكن تلاقوا فعلا زي ما انا بقول لكم عايزين تفضوا التليفون، طب ما افضي التليفون اهو ينور، طب ما انا ماسكه التليفون، طب ما افضيه. ليه عماله اهرب من الجاليري وعايزه ادخل على السوشيال ميديا؟ طب ما افضي التليفون، طب ما اروق اوضتي، طب ما انا عندي وقت، طب ما كان مش عارفه العيد عندي فيه ايه، طب ما انا. هتحسوا بجد ان انتوا في حاجات كتير قوي عامله لكم ضغط، بس في نفس الوقت هي حاجات سهله قوي ممكن تعملوها، بعيدا بقى عن ان انا عايزه اوصل للنجوميه في 3 ثواني. لا انا بجد انا في حاجات صغيره وهي دي بالنسبه لي انا الاهم من الكبيره. الكبيره كلنا عارفين احنا ممكن نوصل لها ازاي، بس احنا مكسرين فبعيدا عن ده، احنا بنتكلم دلوقتي على الحاجات اللي بجد محساكوا ان انتوا لا انا محتاجه اعمل حاجه بس انا مش عارفه ايه هي. انا محتاجه اضغط نفسي شويه عشان اوصل لحاجه معينه. انا محتاجه
كل الحاجات بقى اللي انتوا محتاجينها دي اكتبوها في الورقه دي بقى. لما تخلصوا وتكتبوا اللي في الورقه دي خلصتوا حسيتوا ان انتوا انا فضيت دماغي، انا كتبت كل حاجه انا عايزه اكتبها، هنبدا نقسم الحاجات اللي انتوا كتبتوها دي اولويا. يعني ايه اولويا؟ يعني من الحاجات المهمه بالنسبه لي للحاجات الاقل اهميه، او من الحاجات الصغيره للحاجات الكبيره، على حسب ما انت عايز. انا مش هقول لك قاعده واحده نمشي عليها. انت مرتاحه، انا واحده مثلا بترتاح لما بقى اعمل حاجات صغيره الاول فبحس بانجاز، فخلاص هكتب الحاجات الصغيره وبعدين هكتب الحاجات الكبيره. لا انا واحده يا دينا بحب قوي اخلص الحاجات الكبيره الاول عشان احس ان لو انا طلعت كل طاقتي في الحاجات الكبيره او المهمات اللي فعلا محتاجه مني وقت ومحتاجه مني طاقه ومجهود، فمحتاجه اخلص الحاجات الكبيره الاول وبعدين بقى الحاجات الصغيره دي هكون طاقتي قلت شويه بس هكون على قدها. فتمام زي ما انت عايزه، مش هقول لك قاعده واحده تعملي اللي انت عايزاه اعمليه. اوكي، بس لازم تقسموا، لازم تقسموا كل حاجه. والحاجات بقى اللي انتوا كتبتوها ايا كان الاهداف الكبيره او الصغيره اللي انتوا كتبتوها دي، ابداوا قسموها تاني. يعني انا خلاص عملت الحاجات اولويا بتاعتي، كتبت الاهم بعدين المهم في الاهم في المهم، او كتبت الحاجات المهمه بعدين الاقل اهميه. تمام، ابدا بقى امسك حاجه حاجه وابدا اقسمها. يعني ايه؟ يعني مثلا حتى لو كانت الحاجه صغيره، يعني مثلا انا دلوقتي عايزه ارتب اوضتي. اوكي، مش عايزه اكتب انا هرتب اوضتي لان اوضتي دي فيها حاجات كتير جدا، فانا لو حطيت هرتب اوضتي قدامي وبصيت على اوضتي لقيتها كلها متبهدله انا لوحدي هكسل. لكن لو انا كتبت عايزه ارتب اوضتي، تحتها كتبت انا هبدا النهارده بالدولاب، هرتب هدومي، هرتب المكتب، هرتب مذاكرتي، هرتب السرير، هرتب الارض، همسح هلمع الحاجات اللي في الاوضه عشان كلها مطربه وعليها تراب. مجرد ما تقسموا الدنيا وتبداوا تحسوا ان انتوا بتنجزوا حاجه، هتحسوا بجد ان الدنيا اخف واهون بكتير قوي من ما تتخيلوا وتتوقعوا في حياتكم. خلاص انا مجرد ما احس ان انا رتبت حاجات من اللي انا ركبتها في اوضتي، هتحسوا لا طب انا انجزت حاجه اهو. طب تحسوا ان اللود بدأ يخف. انا اوريدي شايله نص اللود لما كتبت على ورقه. مجرد بقى ما ابدا اعمل الحاجات اللي في الورقه دي، تدريجيا الموضوع هيبدا يخف من عليكم، تحسوا ان انتوا احسن، نفسيتكم احسن، هدوءكم احسن، انتوا حاسين ان انتوا قادرين تنتجوا، حاسين ان انتوا قادرين. لا انا حاسه ان انا يعني بتحسن حتى لو 1% عن زياده عن ال 50% اللي انا اوريدي طلعتهم في الورقه. ان كل لما الحاجه تبقى اصغر، كل لما الحاجه تبقى اسهل، كل لما نتيجتها تبقى اسرع. ما تهونوش خالص بالحاجه الصغيره. بقول لكم اوضتكم هتفرق معاكم في نفسيتكم، لما تفرق في نفسيتكم انتوا هتقدروا تنتجوا اكتر وهتقدروا تفكروا بشكل احسن. ماشي، احنا كتبنا على ورقة، قسمنا اللي احنا عايزين نكتبه، ظبطنا كل حاجة. خلاص، تالت حاجة دي حاجة سحرية جدا، اعتبروها قاعدة سحرية كده، اسمها قاعدة ال10 دقايق. قاعدة ال10 دقايق دي بتقول ايه؟ ان انا هعمل حاجة ب10 دقايق. عارفين لما نبقى نايمين ونقفل الموبايل 5 دقايق، تحس ان هي تفرق في حياتنا العملية واليومية والسحرية؟ نفس الفكره بالظبط، بس هي 10 دقائق مش 5 دقائق. انا هعمل حاجه ب 10 دقائق، انتوا خلاص بتضحكوا على مخكم ان انا دي 10 دقائق، يعني انا هعمل حاجه في 10 دقائق فلا شيء. المع المكتب في 10 دقائق، هقوم بسرعه المع المرايه في 10 دقائق، هقوم بسرعه ارتب الكتب بتاعتي في 10 دقائق، هسيب الموبايل دلوقتي وهرتب السرير بتاعي في 10 دقائق. شغلوا ستوب ووتش، شغلوا ستوب ووتش 10 دقائق بجد، هتحسوا بانجاز مرعب. دي 10 دقايق، هي 10 دقايق ممكن تغير حياتي او ممكن تغير حياتكم. هي 10 دقايق ممكن تحسسني ان انا احسن، ممكن تحسسكم ان انتوا احسن. ليه؟ لان هم العشر دقايق اللي انا قعدت كتبت فيهم الحاجات اللي كانت عامله دوشه في دماغي، هم العشر دقايق اللي انا ممكن انجز فيهم. هم العشر دقايق اللي هيحسسوني ان انا عديت 50% من الضغط اللي على دماغي. هم العشر دقايق. ما تستهونوش بقله الوقت. المهم مش ان انا اقعد 10 ساعات اذاكر، المهم انا الحصيله بتاعت المذاكره ايه، قعدت مركزه في ال10 ساعات دول قد ايه، قعدت مركزه في الساعه اللي انا ذاكرتها دي قد ايه. ممكن اكون بذاكر ساعه هي نفس حصيله ال10 ساعات، فهي مش بكتر الساعات او مش بكتر ان انا قاعده مركزه طول حياتي، لا خالص. انا في الاخر وصلت لايه، انا في الاخر انجزت ايه. فما تستهونوش خالص، قعدة ال10 دقايق دي مؤثرة جدا 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 في حياتكم. أهم حاجة في ال10 دقايق دول وانتوا بتعملوها
افتكروا ان انتوا تبعدوا اي حاجه بتشتتكوا عنكم، حتى لو اختكم الصغيره بتشتتكوا خرجوها بره الاوضه. لو الموبايل بيشتتكوا اقفلوه، اعملوه اير بلان، اقفلوا، اعملوه سايلنت، ايا كان ابعدوه عنكم. اي حاجه بتشتتكوا ابعدوه عنكم، لان هم اصلا 10 دقائق، فال10 دقائق لو انا مسكت منهم الموبايل دقيقتين خلاص ال10 دقائق راحوا. فلا، انا هبعد اي حاجه عني ال10 دقائق دول بجد، هبعدها كل البعد. وانا ال10 دقائق دول يا جماعه انا مركزه جدا في الحاجه اللي انا بعملها وبس. حاجه بقى انا بحبها جدا، وخلينا نقول ان هي دي رابع حاجه في الحلقه بتاعتنا النهارده، ان انتوا بجد لما تنجزوا الحاجه اللي انتوا قلتوا عليها ايا كان، حتى لو كانت صغيره، محتاجين تكافئوا نفسكم ايا كانت المكافاه هي ايه. بس محتاجين تحسوا ان انتوا عملتوا حاجه حلوه، انجزتوا حاجه حلوه، فانتوا اخدتوا حاجه حلوه، كافئتوا نفسكم بحاجه حلوه. ايا كان شكل المكافاه ايه، وايا كان قيمتها ايه بالنسبه لكم، اهم حاجه تكونوا انتوا بتعملوا حاجه في نفس الوقت بتكتسبوا حاجه، او بتكافئوا نفسكم في حاجه بحاجه تانية. كوبايه نسكافيه بس بمزاج، ممكن اكون مشغله اغنيه حلوه انا كان نفسي اسمعها بقالي فتره، ممكن اكون عايزه انزل اتمشى لوحدي، ممكن اكون عايزه اخرج خروجه رايقه مع صحابي، عايزه ايا كان بقى المكافاه هي شكلها عامل ازاي. بس لازم تكافئوا نفسكم حتى لو بعد ال10 دقايق. انا مش بقول لكم والله العظيم زينة دول 10 دقايق انا هعمل فيهم ايه يعني، مش انجاز يعني، لا ده انجاز. ده انجاز بالنسبه لي وبالنسبه لك، لو انت فعلا مأجله حاجات كتير قوي وراكي فده يبقى بالنسبه لك انجاز. مش لازم الانجاز يا جماعه، احنا بجد بقينا فاهمين النجاح والانجازات غلط. احنا مش لازم يبقى الانجاز اللي هو انا طلعت الاول على مش عارفه سفير الايه ورايح فين وجاي منين. مش شرط يا جماعه يبقى ده الانجاز، ممكن يكون بجد الانجاز ان انا اروق اوضتي النهارده، ده بالنسبه لي انجاز. بالنسبه لي انجاز ان انا اقرا كتاب مثلا مأجله قرايته بقالي 100 سنه، فده بالنسبه لي انجاز. بالنسبه لي انجاز ان انا ممكن اقابل صحابي اللي بقالي 20 سنه محتاجه كل ما نظبط خروجه بنأجلها، فانا قابلت صحابي، فده بالنسبه لي انجاز. مش كلنا واحد، ومش كلنا انجازاتنا واحد، ومش كلنا النجاح بالنسبه لنا هي قاعده واحده يا جماعه. احنا مضحوك علينا بجد، احنا مضحوك علينا. فما تخلوش حد يفهمكم حاجه لا هي مش صح. انتوا ما تستهونوش بالحاجات الصغيره اللي انتوا بتعملوها، عشان الحاجات الصغيره اللي انتوا بتعملوها دي هي اللي بتوصلكم للحاجات الكبيره. ال10 دقايق اللي انتوا قعدتوها مع نفسكم تكتبوا الحاجات اللي انتوا محتاجين تكتبوها، محتاجين تخرجوها من دماغكم عشان هي موتراكم، هي ال10 دقايق اللي انتوا هتنجزوا فيها حاجه، هي اللي انتوا هتحسوا بعدها ان انتوا بقيتوا احسن وانجزتوا فعلا حاجه. محتاجين نبقى ناس اكتف وناس بيرفكت وناس بيرفكت برو ماكس. مش محتاجين خالص، ده مش محتاجينه خالص في حياتنا دلوقتي طول ما احنا مأجلين. احنا محتاجين بس نتحرك، محتاجين بس نخرج من الزون اللي احنا فيها، نتحرك من الحتة اللي احنا فيها. مش محتاجة منكم اكتر من كده. حاجة بقى بجد وقفتني كتير قوي 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 في حياتي، وخلتني بجد انا متأخرة اكتر من التأخير اللي انا كنت متأخراه، ان انا كنت كل يوم، انا عندنا وقت كده انا ونفسي بنقعد مع بعض نعذب بعض. بجد انا ما، انت فاكره لما السنه اللي قبل اللي فاتت عملتي مش عارفه ايه، انا مش مسامحاكي ابدا على اليوم ده. فاكره لما كان قدامك فرصه تختاري مش عارفه ايه وايه وانت اخترتي الاسوأ. طب فاكره بقى لما كلمتي مش عارفه مين ازاي والحد اتأذى جدا بسببك. طب فاكره طول الوقت جلد ذات ومش قادرة اسامح نفسي على كل اللي فات، وهو اللي فات خلاص مات، خلاص اللي فات عدى، انا مش عارفة اغيره. مهما قعدت ومهما حاولت ومهما اجتهدت مش هيتغير. فليه فليه نقعد نجلد في ذاتنا ونقطع في نفسنا علشان حاجة عدت؟ وانا بعمل كده اللي دلوقتي بيعدي واللي جاي بيعدي. طب ما احاول انقذ ما يمكن انقاذه. سامحوا نفسكم، سامحوا نفسكم، سامحوا نفسكم، وعدوا، لانه خلاص هو عدى. اللي عدى عدى، واللي فات مات، واللي حصل حصل، واللي الدنيا مش هتتغير قبل كده. وخلاص خلاص اللي عدى وفات مش هنعرف نغيره، بس هنعرف نغير اللي جاي. لكن لو فضلنا نبكي على الاطلال عمرنا ما هنتغير. لو فضلنا نبكي على انا كان حصل لي وانا كان نفسي وانا كان نفسي ابقى في عيله غير العيله. يعني ايه تبقي في عيله غير العيله؟ مين بيختار عيلته؟ مين بيختار اهله؟ مين بيختار دنيته؟ مين بيختار هو هيبقى مين غير لما يقرر فعلا هو عايز يتغير ويخرج من الحته اللي هو فيها دي؟ لكن نقعد بقى نجلد في ذاتنا ونقعد نعذب في نفسنا علشان انا ليه حصل لي كده، وانا ليه الدنيا مختاراني ده كلام يا جماعه والله العظيم مش بيعمل اي حاجه في حياتنا غير ان هو بيخلينا نسمع تامر عاشور ويخلينا نقعد نعيط. عملنا بقى كده حاجه اتغيرت؟ هل في حاجه اتغيرت؟ خرجنا طاقه جميله تمام اوكي، بس ما فيش حاجه اتغيرت.
احنا محتاجين بقى نغير. فانتوا مش هتغيروا حاجه غير لما تقرروا بجد ان انتوا انا هسامح نفسي وخلاص، اللي عدى عدى، بس انا مش هسمح ان اللي عدى ده يكرر معايا تاني. وانا خلاص انا قررت من النهارده ان انا هكون بني ادم جديد وهسامح اللي عدى ومش مش هفكر فيه تاني، بس انا هغير اللي جاي. انا محتاجه اكون شخص احسن من اللي فات. انا استاهل اكون احسن من الشخص اللي فات. انا استاهل امر بتجارب احسن بكتير من اللي فاتت عليا. تعملوا 3 حاجات يوميا بجد هيفرقوا معاكم جدا، 3 حاجات مش اكتر، بعد ما ترتبوا حياتكم وبتسامحوا نفسكم كل الخطوات اللي احنا قلناها النهارده دي تعملوها. محتاجين تعملوا 3 حاجات او تحطوا في دماغكم كده في 3 حاجات المفروض يتعملوا النهارده. ال3 حاجات دول ايه هم؟ اول حاجه، حاجه تكون صعبه، حاجه تكون مش صعبه قوي، حاجه تكون سهله جدا. ال3 حاجات دول محتاجين تعملوهم يوميا. لو كل يوم عملتوا ال3 حاجات دول صدقوني هيفرقوا في حياتكم بشكل انتوا مش متخيلينه عامل ازاي. مش عايزه منكم اي حاجه دلوقتي غير ان انتوا بجد تقعدوا تكتبوا اللي انا قلت لكم عليه، وتقعدوا تفضوا دماغكم، وتقوموا دلوقتي تعملوا 3 حاجات اللي قلت لكم عليهم. عايزه حاجه صعبه، عايزه حاجه متوسطه، وعايزه حاجه سهله جدا يكاد تكون تافهه، او يكاد تكون بتتعمل في دقيقه مش اكتر من كده. فجربوا تعملوا كده، جربوا تغيروا حياتكم عشان انتوا تستاهلوا ان انتوا حياتكم تتغير. مش محتاجين تسافروا الفضاء علشان تبقوا بني ادم ناجح والناس تتكلم عنه خالص. كفايه ان انتوا تكونوا في نظر نفسكم ناس كويسه وناس بتنجز وناس مش بتأجل وناس بجد راضيه عن نفسها قبل اي حاجه في الدنيا. افتكروا ان انا بحبكم قوي، ولو عايزين اي حاجه مني اكتبوها لي في الكومنتس او ابعتوا لي على الانستجرام وانا برد عليكم على طول. وانا بحبكم قوي، وقولوا لي عايزين نتكلم على ايه الفتره اللي جايه.